السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما انتم شايفيني بقى كده، انا هنا كنت رايحة الدرس، فقلت بقى ايه اشارككم اللحظة، نشاركها شوية يعني نشاركها مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين كده الاوتفيت بتاعي تحفة جدا. فعلى طول قلت يعني نصور ولما ارجع اكمل تصوير. فهنا بقى دلوقتي هروح الدرس وارجع لكم وقولوا لي بقى ايه رايكم في الاوتفيت، علشان هستنى كل رايكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابتدي الفيديو بتاعنا متنسوش تحطوا ما تنسوش تصلوا على النبي، تحطوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. وبقى رجعت من الدرس وقلت يلا بينا على طول نشوف ورانا ايه. فطبعا بقى يا جماعة زي ما انتم شايفين كده احنا على السلم، سلمنا المتواضع معانا. فبقى زي ما انتم شايفين كده السلم اصلا يعني احنا كنا مشغولين قوي وعمالين نعمل حاجات، فكنا بنوقف الشقه فسيبناه يعني، فجه وقت انه يطلع. فطبعا زي ما انتم شايفين بقى كده، لو انتي بقى ايه مش عايزه تقعدي توطي وتعملي وترمي، تعملي ايه بقى؟ تاخديه كده وترصيهم على جنب، تمسحي وتعملي. فبس احنا نرص الاول ده كله وبعدين نخلص وبعدين نشوف يعني ايه اللي بعده. فعلى طول بقى من غير كلام كتير على طول كده بقى زي ما انتم شايفين دي جزمت فطارت ما شاء الله. فهنا بقى نطلعها تاني، وهنا بقى هنبتدي على طول على الجزامة علشان ما نضيعش الوقت، عشان الوقت مش في ايدينا. والله يا جماعة الوقت مش في ايدينا، الوقت بيطير مننا، فلازم كل حاجة تبقى ايه بوقتها. فعايزين نخلصها على طول عشان نخش نشوف الشقة اللي تضرب تقلب دي وما فيهاش اي حاجة مظبوطة. هنا بقى اول حاجة معانا في ادوات السلم ايه هي يا ترى؟ المهبة. طب وتاني حاجة معانا بقى ايه في ادوات السلم بتاعتنا اللي هنستعملها معانا في السلم بتاعنا، وهي المقشة. وكده جبنا المقشة كمان، وكده دي تكون تاني حاجة. طب عايزين تالت حاجة واللي هي نمسح بيها وننضف فيها، وهي الشرشوبة. وهنا بقى هنبتدي نشيل حاجات، معلش يا جماعة لو الفيديو يعني متلخفن. وهنا بقى هننزل كل حاجة، هننزل كاوتشنا المتواضع، وننزل كونترتنا المتواضعة، وننزل كل حاجة متواضعة. هنمسح بقى بالشرشوبة كده زي ما انتوا شايفين، امساحي وامساحي 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 ونضفي. بعد ما نمسح وننضف ونخلص هنعمل ايه يا ترى؟ هنبتدي ان احنا نرص. وفقرة الرص يعني فقرة الدوشة، وانا عندي فقرة الدوشة ليها معاملة خاصة. اول حاجة بقى ننفشها هي الكندرة، نعملها كده واحنا قاعدين طبعا زي ما انتم شايفين التراب. هننفض نفض نفض، تقلبيها بقى كده عشان هتطلعلك ايه تراب اكتر. والله يا جماعة طلعت تراب قد كده، طلعت تراب كتير قوي. هنا بقى هنجيب الكندرة التانية وننفض برضه. دي بقى فقرة التوشة في البيت، ان انتي تقعدي تهبدي. دي فقرة التوشة في البيت، التهبيد، هي دي فقرة التوشة. بصوا هنهبد يعني هنهبد، بس ايه بعد ما نهبد ونخلص كل التهبيد ده هنعمل ايه؟ عايزين نعمل فقرة بقى معاكم، نشوف هنعمل ايه. نخلص الاول بعد فقرة التهبيد. يا جماعة معلش لا انا باخد كتير، بس انتوا حبايبي انا مش بطول عليكم في فيديو النهارده. هقول لكم بس ازاي تعملوا سكلاش وازاي تظبطوا السلم وكده. هنرص بقى كل حاجه بسرعه خالص كده، بجري 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 عشان اعمل فقرة المقلب، عشان نفسي ننتقم. نخلي كل مقلبك تبقى مكشوفه. والله يا جماعة انا برضو انا بجهز لك، استني واستني واستني. والله انا بعمل مقالب في نص الفيديو وبيشربها. والله
زي ما بقول لكم اول مقلب وده سهل جدا. وهننفض دي برضو كده ونطبق كل حاجه ونخلي كده كل حاجه قشطه عشان مقلبنا يكون على التحضير. ونهبت هبت 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 هنهبت كده وننضف. وبعدين هنمسح زي ما انتم شايفين كده الكندرة. احنا نمسح بشرشوبة، انتوا امسحوا بالخيش يا جماعة عشان نخش لسه نجيب ونخرج. لا طبعا، فانا رصيت على طول، قلت يلا بينا على طول عشان عايزه اعمل في احمد المقلب يا جماعه. بصوا متشوقاله بطريقه مش عاديه، حاسه ان انا اللي هعمل المقلب. فهنا برضو هنبتدي برضو ننفض القندرة التانية ونبتدي في التالتة الشبشب. فكده على الشبشب. وهنا بقى يلا بينا على طول نكمل بقية الحاجات. وهنا بقى يا جماعة نخلص على طول علشان قدامنا مشوار طويل. وهنا بقى زي ما انتم شايفين الكوتش ده مش نضيف، نسيبه؟ لا طبعا هيخش يتغسل. نادي على احمد، هنرن الجرس عشان مش هفضل انادي يعني. فندهت على احمد بقى ايه جه، قلت له خد اغسل دي، كانش عايز ياخد، قلت له خد اغسله دي، ده الماما تغسله كده. فبص تشوفوا سوري احمد. هنا بقى خلصنا خلصنا الكاوتش ودخلناه. ايه بقى اللي بعده؟ هنشوف اللي بعديها. وزي ما انتم شايفين كده بقى نزلنا كل حاجه وظبطنا كل حاجه ورصينا. ويا جماعه انا بكل استعدادي عايزه اخش على المقلب. فالمقلب ان احمد اصلا بيحب الشبشب بتاعه ابي قوي، هو بيحبه، هو ده اللي بيلبسه اصلا، بيلبس غيره. التاني ده محطوط كده وخلاص في الجزام، معرفش ليه. والله الجزامة بتبقى صغنونة يا حبيبي. فنعمل له ايه بقى؟ ويا جماعة احمد ده الشبشب ماشي، ده شيء ايه شبشب. احمد طبعا دلوقتي قاعد في التكييف وانا هنا منحورة اتنحر لوحدي. طب ده ازاي الفيديو يعدي من غير ما اخلي احمد يولد؟ فانا هخبي ده ببقى فرحانة قوي هو. فانا هخبيه فين؟ كله طبعا الوقت ايه، مفيش مكان تخبيه فيه. هقول لكم احمد هيستخبى شبشبه في قلب الكندرة. لا بسرعة، لا مش هنا بسرعة. احمد لو جه هقتل احمد قاعد بالاوضه يعني. لا 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 هنجيب ده عشان تتخين وبتاع صبيان فرحان يخش. يا رب يخرج. بصوا ما راح تاكلوا بس ده لازم يكون اللي تحت. تروح تاكلي علقه فرحانه. انا وريتها لك انتي مش تدخلي البيت النهارده. المقلب راح يبتدي. تعالي هنا بقى، تعالي هنا انا مصورك هنا. اقفي في الشبشب بس الشبشب. لا هو لا قاعد تجيني اطلع اهو في الشبشب الثاني واطلع شوف. يلا هخبلك. انا اصلا مش بتاعتي انا لو هعمل مقلب هعمل اغم عليا وقعت من فوق رجليا انكسرت والله العظيم. رجليا اتلوت ربي معاك يلا ما نطلع نشوف ربي معاك. طب ماشي تاني الشبشب هخبيه فوق عند عمك يعني. انزل يا انزل بقى نتحمل. مفيش حاجه فوق والله. انزل شوفوا تحت، انزل شوفوا تحت. لا بس السلكين ما بيطلعوا بعض. احمد بيدور على شبشب يعني. ممكن اكون حطيته على الصورة.
رميته في المنور، رميته من فوق. اقسم بالله عارف اللي هو طب اطلع هات، مش هو مقلب هات. انا معرفش هو فين. ما بستفزش. وقعلك كل حاجه حقيقي. اهو ممكن تشوفه انا على فكره. اقول لك ممكن يكون فن، ممكن يكون مركز زي ما يكون. خش شوف، خش شوف. يلا اصبرها. خش شوف. فتحت النور. شوف لقيته؟ فين؟ اخرج تاني اخرج تاني. يلا وين؟ اوعى البسي يلا. شوفوا بقول لك شوفوا في المشي. استنى لما تفتح كور قدامهم عشان يشوفوا ان في حد هنا يا جماعه بيسرق الشبشب. فين الشبشب؟ ممكن يكون واقف في البتاع دي على فكره. وسعي خليه يشوف. طب فين الشبشب؟ ممكن يكون انا عارفه اللي هو مقلب. افضل السبسيسك ده. ممكن يكون تحت الشرشوبه او في رجل البنت. والله العظيم عارف اللي هو مقلب. سوري ممكن يكون تحت في الممسح او على سور المطر او فوق على سور الطب، او ممكن اكون لزقته في الفانوس. فين؟ ممكن يكون فوق الباب. فوق الباب فوق الباب. احمد تعالى كده شويه، خد بس. تعالى كده اقول لك. تعالى هقول لك. خد انت كده شوف تحت هتلاقيه تحت. تحت يا تحت. قولي فوق ده. قول عشان بقى هنا. وربنا ينسى. خلاص خد. يلا معايا اهو شوف. اهو بص. وهنا يا جماعة بقى انا كنت بحسبه شاي بلبن بس طلع نسكافيه طعمه تحفة خطير. قلت لك كان هنا، خليته يحطه لك هنا كده بس ورا شوية. يا الله يا وليد الصاحي حرام. لا حرام. يا جماعة شوفوا احنا بنعمل ايه. يا جماعة بقى هنا كنا عايزين ناخد صورة فبس احمد بقى ايه عايز يضربني. والله يا جماعة كل ده عشان خبيت له الشبشب. ايه ده ضخ انت. يلا بقى الله يسهل له. هنا بقى هنبتدي نهب السلم. دخلنا احمد وايه وهنبتدي احنا نهب السلم. ههب بقى كده السلم من كل ناحية عشان نشيل العنكبوت والحاجات الوحشة. خليكي شجاعة كده ويلا ونهب العنكبوت. جايالك يا عنكبوت. وهنا بقى المسار كان زقني فانا كنت هقع بس الحمد لله بقى ربنا معايا. قفشت نفسي كويس اني موقعتش الحمد لله. وهنا بقى بصوا كده بنهب كل حته بننطف كده كل حته بس مبناش اي حاجه. هنا بقى طلعنا لان هو قالت لي يعني ان في تحت صرصار فانا طلعت اجري. رحت جريت بقى يا لهوي. ما تشوف الفيديو امي اي حاجه تشوفها في الفيديو ده انا ماليش دعوه. ابني بتوع حي الشبشب انت طب يلا ده جرحني. خدنا وقت كتير يلا. احمد قتلني انا اخته الكبيره. تصدق انا انفع ممثله. حلو التمثيل. ايه رايكم بقى لو شرفت خبش شبشبي. لا خلاص كفايه. ولا اقول لكم حطوه على السوق. بصوا احمد هو يشتتوه. احمد قلب الجزار. مش هعدل. عايز ازرق يجي يخش. هتظبطيها. وديت فين انت كنت تشتري بقى؟ ازهقت. ايه ده فين الشبشب؟
ايه ده؟ فين الجبنة الدنيا؟ جوز البيضة؟ ايوه قاعدة تحت او انتوا قاعدين فوق. هي دلوقتي. وهنا ما كناش لاقيين الفردة التانية، مش عارفين هنعمل ايه. مش شايفين ولا ما كناش لاقيين الفردة التانية، نفسها ضاعت فيلا. انا مش لاقيه. طب يلا يلا يا جماعه بقى نخش في الجد شويه عشان كده خلاص فطرنا ولعبنا فرحناكم وزعلناكم وشطرناكم. طب سلام عليكم. يلا يلا بقى نطلع نهدي. طب نريح خالص. يلا نادي على احمد واعمل فيه يلا. ان انا خبطت المصور من ورا. يلا دي اسوأ. يلا يا جماعه نهدي. بصوا هنبقى هنا كده معايا. بصوا لسه ما جاش. خدي يا بابا تصور معايا الصورة دي. صورتي عن البروفايل. جه ودخل جه ودخل تقريبا مش واثق فيكي. يا احمد يلا هنصور الصورة. يلا ما تعرفش هو انا هاخده وهنصور الصورة. متذكروش بس كده هاخده وهصور صورة. لسه ما اسمع ما اسمع يلا مش نتصور. هات ايه في الشبشب. يلا يعيط. تعالى نقفل الشبشب يلا. خدتك بس انا صبرتك. هات الشبشب عشان تبقى مضرة. ايه. وهنا بقى يا جماعة ابتدينا نكنس على طول. فنقفش بقى المقشة واديني ودي. وريني كده كنيسك يا حلو. هنا بقى ايه كنت فرهطت من المقلب ومن الحاجات من كل حاجة. فايه قلت لا احنا قدها يلا. فهنا بقى ايه فهتلاقوني بطيئة شوية عشان انا خلاص بجد. فعلى طول لازم نظبط وننضف ونكنس. هنفضل بقى كده نكنس وننزل على اللي بعديها ونكنس وننزل على اللي بعديها لحد ما نخلص السلم ونعمل الأرضية وننزل الأرضية وبعد الأرضية. يعني بصوا مشوارنا طويل مع الأرضية. وهنا بقى ايه برضه بفضل اكنس لحد ما نخلص كنس. هنا بقى هنكت شوية عشان كنا عمالين نتكلم في ايه في تحدي. عشان كده يعني كنا سرحانين في التحدي. وهنا كانت عايزة تقولي على حاجة بس ما قالتهاليش وانا مش فاكرة الصراحة الحاجة. بصوا مقشيتي على علامة النايك. وهنا برجع اكمل كنيس بقى وخلاص. هنخلص بقى كده كنيس وننزل على الحتة الأرضية اللي من تحت دي. بصوا بقى هنا كنا عمالين نتكلم على التحدي وكده قلنا يعني تفتشنا شوية في التحدي. ان شاء الله هنعمل. بس بقى ايه نخلص الاول الحاجات دي ونخلص اللي ورانا ونخلص كل حاجة كده ونعمل التحدي بتاعنا. ان شاء الله التحدي ده يبقى ضرب نار. وانا برضو اللي هكسب فيه احمد. يعني التحدي انتوا هما تعرفوش لكن انا اللي هكسب فيه. انا سمعت حاجه كده تحدي انت اللي هتكسبيني فيه. لا مفيش تحديات انا بسجل. فيا جماعة كله يشجعني في الكومنت علشان انا اكسب احمد في التحدي ان شاء الله لو اتعمل. بس ان شاء الله هعمل. تحدي بقى هو ايه اللي انت بتقولي عليه ده. مفيش تحدي. ماشي. انا اللي وهنا هكسب. بقى تعرف ايه هو
وهنا بقى ابتديت على طول اخلص اللي بعده. يبقى ويا جماعة كده زي ما انتم شايفين انا بروق وانضف. انا ست بيت شاطرة والله. هنا بقى ابتديت الم الحاجات وانزلها على تحت. كان ضفري هيكسر فقلت لهم انا عايزة المهرة. محدش جابولي برضه. ناس رخمة وحشين. هنعمل مصيبة. انت تطلع فوق ونشوف انا هنزل تحت. وانت هنشوف السنة الاول نعدهم كام سلم. واحد بس يلا. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. قبل الأخيرة هكون لازم أنام. 1 2 3. احمد اللي فاز. طب اطلع نشوف اللي هيطلع الأول. 1 2 3. احمد عدى مثلك يعني. انزل. طب يلا نشقلب. انت فوق. 1 2 3. يلا لا. وقع ده. احمد طلع. هنا بقى ابتديت اكنس السلم التحتاني واقعد ساكت. يا احمد يا وهنا بقى كده بنكنس السلم التحتاني كله. ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الحمد لله. طب اطلع بره. ازيكم؟ رب تكونوا بخير. خلاص اطلع بره. مش يمنع نقعد بقى. ويا جماعة السلم بقى كده هنبتدي نكنسه على طول. هكنس كل السلم. اقعد ساكت. خشوا جوه. خش جوه. انا بقى كنست السلم كله وتعبت. مش كله على فكرة. انا سبت اخر مصطبة اللي هي الكبيرة دي طويلة اللي هي من تحت خالص دي سبتها. ويعني هي كنستها وانا كملت. احمد خش خش خش. ما بهزرش. هنادي ماما. وهنا بقى يا جماعة معانا الجلاش. واحمد طبعا خدني في الكلام فعلى طول اللي ماما هتقول لكم طريقة الجلاش فنروح لها على طول ونعرف ايه طريقة الجلاش بتاعتنا. عشان نعمل جلاش سهل وسريع وكمان يشرفك لو جالك اي ضيف في اي وقت. هنبتدي نجيب لفة جلاش هنقطعها كده قطع متساوية زي ما انتم شايفين بالطول. ونبتدي زي المثلث كده نتني كل قطعة كده زي ما هي لفة الجلاش عشان تدينا ايه توريقة اكتر. بنبقى دهنين الصينية بسمنة وبعد كده بنمسك قطعة قطعة نقطعها زي ما انتم شايفين كده. ممكن تعملها مربع او مثلث. في جميع الاحوال يا جماعة بيطلع معانا الجلاش ده تحفة جدا. هتجربوه هيعجبكم جدا جدا. هنمشي برضو بنفس الطريقة. الجلاش ده بنعمل له كريمة عبارة عن كوبايتين من الحليب 3 معالق من النشا ومعلقتين من السكر. بنقلبهم على البارد. بنرفعهم على النار لحد ما يتقلوا يبردوا معانا خالص خالص. زي ما انتم شايفين بنقلبهم على النار هيدينا قوام تقيل. هيبردوا معانا خالص خالص. نحط على الوش حاجة عشان ما يعملش وش. بعد ما يبرد بنحط عليه معلقتين من الكريم جانتيه ومعلقة من الباستر كريم ونضربهم بالايه بالمضرب الكهربائي. بعد ما خلصنا كل كمية الجلاش بنجيب السمنة بقى ونحط السمنة دي طبعا اللي هتدينا توريقة. وبندخله على الفرن على طول. طبعا الفرن في الوقت ده بنسخنه على درجة حرارة 200. ما بياخدش وقت معانا خالص. حاجة تحفة وسريعة تقدري تعمليها في اقل من نص ساعة. تاخدش كمية شربات كتير خالص. بيبقى خفيف يا جماعة وطعمه تحفة. بعد ما بيطلع معانا بقى بنديله شربات خفيف خالص كده يعني شربات متوسط القوام بس يعني بنحط له حاجات خفيفة. وبنجيب بقى الكريمة اللي احنا عملناها وقلنا عليها بنحطها في قمع ونحطها زي ما انتوا شايفين كده.
بيطلع معانا يا جماعة تحفة جدا وشيك جدا وطعمه هايل. جربوه، من اسهل الوصفات اللي عملتها. ويا جماعة بعد ما سمعنا الوصفة الخطيرة التحفة اللي خلت ملايين مصر يتكننوا، أحلى كلاش وأحلى طريقة معانا ومعاكم تحفة جدا، طعمه جميل. هنا بقى رشينا عليه شوية مكسرات عشان يحلو أكتر، وحطينا بقى كده. ماما حشت طبعا معاكم الكلاش، وانا بقى خدته وخرجت ادوق. بصراحه تحفه جدا. انا ما بحبش بالكريمه، فكانت زي اتنين ساده، فتحفه جدا. من لفه الكلاش عملنا احلى واطعم صينيه كلاش محترمه تشرفك قدام ضيوفك. بس كده، دي كنا نهايه الفيديو بتاعنا. اشوفكم على خير واسيبكم على خير. مع السلامه.